ملعب مركز شباب جراح، ورحلة طويلة قوي في إنشاء الملعب. الملعب الأول كان في المنطقة بتاعة المدارس اللي موجود فيها مدرسة جراح الإعدادية بنين، والجمعية الزراعية والوحدة الصحية. الملعب برضو كان الحاج سعيد الميمي، الحاج سعد الميمي، الحاج منير شبانه، الاستاذ سمير ابو طيور، والحاج الاستاذ صادق الجندي، الحاج عراء بكر، مجلس الاداره المتعاقبه الاستاذ مجدي جوده. كانوا عملوا الملعب ده في السبعينات، في 76 اشهار مركز الشباب، واتعمل الملعب هناك. لما البلد احتاجته في المدارس تنازلوا وجم هنا. كانت المنطقه دي بركه، وكانت دايما مكان لتجمع الاوبئه والناموس والحشرات، فهم سابوا من الملعب للبلد وعملوا الملعب ده. رحله طويله قوي بقى الملعب ده. لعيبه الكوره من اول جيل، الكابتن صفوت ابو طيور، احمد ابو سعد، مجدي جوده، سراج جوده، عيد ابو جبل، سعيد ناصر، الناس واخرين. وصلنا تاني للجيل الوسط، حمد ابو حسين، محمد الجبروني، محمد رمضان، محمد فكري، محمد الناغي، كل دول. رحله طويله. ودخلنا تاني على عاطف عبد الفتاح ومحمد جلال ومحمود جلال وعلي المنيلي حالا، وعدنان دخل معاهم عدنان. وطبعا الكابتن محمد الجبروني ده كان عصر الاجيال كتير، جيل كتير، جيل ولا جيل، لحد ومجلس اداره ورا مجلس اداره لحد ما وصلنا للملعب اللي انتم شايفينه ده. احنا بنعيش حاليا، بنعيش عصر الاحلام. الاحلام اللي كنا بنحلم بيها بتتحقق على ارض الواقع بفضل مجهود الناس وبفضل دعم ابناء جراح المخلصين من اصحاب المصانع والورش.